وتحت شعار يوم وفاء واعتراف بالجميل تنظم جمعية أمهات وآباء وأولياء تلامذة ثانوية الأحسناء الإعدادية وبشراكة مع جمعية أزمورة للتواصل الإعلامي الإلكتروني حفل تكريم لفائدة قدماء رؤساء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ عرفانا منها لما قدمته هذه الفئة من خدمات جليلة لناشئة هذه المدينة ولمؤسساتها. وخير ما نفتتح به هذا الحفل آيات بينات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا وعلى مسامعكم التلميذة التائب سهيلة. من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لإشارة التلميذة التي تقدمت أمامنا الآن بهذه الآية بينات من الذكر الحكيم تعد من نشيبات الثانوية الإعدادية للأحسان. بالجميع هذا ما نلمسه من خلال هذه الالتفاتة الكريمة من جمعية آباء وأولياء تلاميذة إعدادية للإحسناء وجمعية التواصل الإعلامي جمعية أزمور للتواصل الإعلامي الإلكتروني بتكريمها لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الآن لنقف جميعا لترديد النشيد الوطني مع المجموعة الصوتية لإعدادية لن حسناء وبرفقة أستاذ الموسيقى السيد أسامة أحمد.
السماع كلمة اللجنة المنظمة يتلوها بالنيابة الأستاذ الخلفي إبراهيم، رئيس جمعية آباء وأولياء وأمهات تلاميذ إعداديات لاله الحسنى. السيد باشا مدينة أزمور، السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بأزمور، السادة نواب رئيس المجلس البلدي لأزمور، الصحافة الجهوية والإقليمية والمحلية، السادة مديري المؤسسات التعليمية بمدينة أزمور والدائرة، السادة رؤساء وأعضاء جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلامذة المؤسسات التعليمية المتواجدة بالمدينة. الحضور الكريم، اختارت جمعية أمهات وآباء وأولياء تلامذة الثانوية الإعدادية لاله الحسنى بأزمور أن تؤسس شيئا جديدا ضمن أعمالها، وهو ثقافة الاعتراف بالجميل لقيدوم رؤساء جمعية الآباء، وهي سنة حميدة تعمل على حفظ تاريخهم. وتثبيتا لهذا العمل قامت جمعيتنا باستغلال اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يصادف 13 من مارس كل سنة، وبشراكة مع جمعية أزمور للتواصل الإعلامي الإلكتروني باختيار شخصين من أوائل قيدوم جمعية الآباء للمؤسسات التعليمية بالمدينة للاحتفاء بهم. ومن أجل هذا نحضر اليوم بهذه القاعة المؤتتة بأهالي ومحبي وتلامذة السادة المكرمين لنتقاسم جميعا فرحة الاحتفاء والاعتراف بالجميل وبالخدمات التي أسدوها في مجالات عدة، من ضمنها العمل الجمعوي في إطار جمعية الآباء. الحضور الكريم، إن الحفل التكريمي الذي نقيمه اليوم على شرف السيدين سيدي عبد الله مروان وسيد الحاج عبد الله رضا هو في الحقيقة تكريم لعمل جاد وخدمة موصوفة بالكد والاجتهاد قام بها، وهي اليوم مبعث فخرهم وتكريمهم ولحظة تجديد الصلة والتواصل معهم. لدي الكثير ما أقول في حق السادة المكرمين والحديث عن مفاخرهم وحسناتهم وأعمالهم التي لا زالت موشومة في ذاكرتنا، لكن حضور معنا عاشوا وعايشوا محطات عدة من أعمالهم، يريدون بدورهم تقديم شهادات تقدير واحترام في حقهم، أترك لهم المجال لذلك. وباسمنا وباسم الحضور نقدم لكم باقة ورد تعبيرا لحبنا وفخرنا بكم اليوم. وختاما، لا يسعنا إلا الدعاء لكم بالصحة والعافية وطول العمر، حفظكم الله ورعاكم، وأملنا أن نكون بهذا الحفل المتواضع قد نلنا رضاكم شاكرين كل من ساهم في نجاحه. حتى آخر لحظة من تنظيم هذا الحفل، يعني صباح اليوم، توصلت بمكالمة هاتفية من طرف سيدي عبد الله مروان يتأسف فيها عن عدم حضوره إلى هذا الحفل نظرا لظروف صحية، وأشار إلي بأنه يبلغكم تحياته وسلامه، وأنه بقلبه وروحه معكم في هذا الحفل. نعم، بقلبك وروحك معنا وأهلك بيننا، وهذا ما افترض لنا يوم تكريمك، وتمنياتنا لك بالشفاء العاجل إن شاء الله. والسلام عليكم.
الكريم، تحية السلطة المحلية، ممثلي السكان، أساتذة الكرام، المجتمع المدني، صاحب البادرة الطيبة، إخواني في الجمعية ديال الإعلام والاتصال. حتى لا أطيل، لأن الارتجال يتيه بالإنسان إلى حيث لا يدري. فضلت أن أتقدم بكلمة في حق أستاذي، رغم أنني أنتمي للأسرة حاليا، أسرة التعليم، فإن افتقدنا أستاذا كبيرا كان من الرجال الذين عملوا تحت إمرتي أو مع أستاذ سي عبد الله مروان، أستاذي الحاج بخريص رحمه الله، الحاج مكي الصيفي شفاه الله. شعشعت الأنوار في القاعة الكبرى لقصر البلدية. خرجنا اللحظة تنبعث رائحة المسك من أفواهنا، عطرها تكريم أستاذي الجليل بطيب وعفة ومكارم أخلاقه وجليل أعماله، وما أسداه عقودا جمة للأجيال المتعاقبة. فصرت وحيدا تلميذا منفردا بصاحب العيد موضوع التكريم. أفكر بأستاذ الأجيال ومدير الرجال الذي عاش كما ولد، مصونا طهورا نقيا تقيا كضياء القمر وشعاع الشمس. في قرية صغيرة هي 2 شتوكا، كان أستاذي مديرا على رأس عصفور صغير يغرد اللحظة بما قدمه الرجل الكريم. جلست على مقعد خشبي عام 1969 أنظر لمعلمي الحاج بوعيشة رحمه الله، الحاج مكي الصيفي شفاه الله، الحاج بخريص نور الله قبره. بجانب قاعة درسنا انتصرت إدارة المحتفى به، نسمع عن قرب حلو كلامه، عذب حديثي، نرى نخوته وأناقته، نرى المربي وصولجان الإدارة التربوية في أسمى معانيها. رجل مؤدب حليم ناصح صالح، أنظر إليه في غيابه، أنظر قرب فتاك ابنك تلمود لا تهوى الأضواء الكاشفة. أكثر من مدلولات صراحة لا نزكي على الله أحدا، ولكن هذان الرجلان عندي بهم ارتباط. أولا السي عبد الله مروان، وكنشكر السي الأخ الزميل والصديق ديالي السي السعادي اللي قرا معايا في نفس المؤسسة في 2 شتوكا، وكان لنا الشرف أن السي عبد الله مروان يكون هو المدير التربوي ديالها. بالفعل الكلام ديالك السي السعادي، وحتى في حق الوالد الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين، السي عبد الله مروان كان القدوة ديالنا. ما كناش كنحسوا به بأنه هو المدير، وكنا كنحسوا به بأنه المدير بالشكل ديالو والهيبة ديالو والنصح ديالو، بالإضافة إلى رجل التعليم اللي كان في المستوى اللي كانوا كيعتبرونا بالفعل أبناء ديالهم. السي عبد الله مروان يكفي ما قالوا الإخوان، وأنا ما غاديش نستطيع أن نرتجل الكلمات في الحق ديالو. بينما السي عبد الله الحاج عبد الله رضا حتى هو الحاج عبد الله رضا اللي هو في مثابة الأب ديالي، هو كل جمعة كيدعي معايا، كل جمعة تيقول لي اللهم زدك نور على نور. ياك السي الحاج كل جمعة تيقول لي اللهم زدك نور على نور. فأنا بغيت نرتجل، مادام تسمحوا لي بالكلمة، نرتجل هذه الكلمة البسيطة
انا تنطلب الله سبحانه وتعالى انه يختم الايام ديالكم بالصالحات ويجعلكم ان شاء الله كيف ما كنتوا قدوه. الشهاده ديال هذا الجميع ينفعكم هذه الشهاده غدا يوم القيامه. وشكرا للجميع وسمحوا لي. له خذ يا أستاذ هكا بقى شاد 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 اللوحة نهضروا معك السي تبريتي دور لنا راك عارف اش كاين كل ميدان سيدة آسيا جار. ريما البوعلي. يحيى الشهر بن طيب جوهر.